قدر ان هو يعمل اتفاق وحاجه قويه جدا مع النادي الاهلي، وقدر ان هو زي ما بنقول كده بلغه الكوره ينام الزمالك. يعني هو الراجل، يمكن انت قلت كلمه مهمه حتى لما كنا بنتكلم في الموضوع، فكره ايه؟ ان هو بيلعب في الزمالك ولسه عنده ماتشات، فبالتالي هو عايز يعدي المده دي بسلام. حتى لو هو رايح الاهلي يبقى ايه؟ ما يبقاش يقلل المشاكل لحد ما ايه؟ ما هو لو اتعرفت اللي هو خلص في الاهلي وهو بيلعب في الزمالك هبان. بس عايز اقول لك على حاجه، خلينا نقول بس ايه اللي حصل. اللي حصل ان الزمالك اتاخر بشكل كبير جدا في تجديد زيزو. ايا كان بقى، انت النهارده اتاخرت عشان ما كانش عندك موارد، اتاخرت عشان زيزو ما كانش راضي يجدد في وقتها، ما حصلش اتفاق، في خلافات حصلت، المهم انت اتاخرت. ولما جه بقى خلاص ساعات الحسم وزيزو عقده بينتهي، ابتدت تحدث جلسات بقى متعاقبه كان فيها طبعا الاستاذ حسين لبيب، بعض رجال الاعمال. حصل مشكله شخصيه ما بين والد زيزو وما بين مسؤولين نادي الزمالك، وعلى راسهم طبعا الاستاذ حسين لبيب. الامر اللي خلى والد زيزو يبتدي ياخد الموضوع على مستوى شخصي. انا مش هكمل في الزمالك لاسباب شخصيه، سيبك بقى من الفلوس خالص، الزمالك يوفر الفلوس او لا، مش ده ما كانش الموضوع. وبالتالي الموضوع ابتدى ياخد منحنى مختلف تماما. عشان كده استاذ عمرو الجناني اتدخل بقى مظبوط، وميدو وحازم امام، ابتدى الموضوع ياخد منحنى تماما. وفي نفس الوقت لو تفتكر كده، لو ترجع بالذاكره قبل يعني رمضان من بدري كده احنا بنتكلم في الموضوع ده، قلت لك الاهلي مش هيغلط الغلطه بتاعه فتوح، ان هو ايه يتفق ومش عارف ايه، وفي الاخر اللعيب يستخدم الورقه دي ان هو ايه يزود عقده مع الزمالك او العكس. الاهلي مش عايز يلعب اللعبه دي، فبالتالي كان عايز ضمانات. فلما والد زيزو ابتدى يتكلم مع بعض المقربين واحد رجال الاعمال بالتحديد الاهلاويه يعني، قال له اوكي انا ما عنديش مشكله العب في الاهلي. قال له ماشي تمام، بس لازم يبقى فيه ضمانات، لازم يكون فيه توقيع. اتقال لك ان والد زيزو هو اللي وقع عن زيزو بحكم بموجب الايه التوكيل العام. الكلام ده غير حقيقي. ليه؟ التوكيل العام ما يخليكش توقع على عقد الاهلي، لازم يكون معاك توكيل ان انت توقع على عقد انتقالك او عقد توقيعك للنادي الاهلي، مش توكيل عام. ده فده ما حصلش. اللي وقع زيزو. زيزو وقع للنادي الاهلي، ودي معلومه اعتقد يعني مش جديده، زيزو فعلا وقع للنادي الاهلي. بخلاف بقى التوقيع، عشان عايز اقول لك ان التوقيع لوحده في مشكله كبيره محدش واخد باله منها، هقول لك عليها. التوقيع غير كافي. حتى التوقيع على الاربع عقود غير كافي. الاهلي عشان عارف كده خد على زيزو ضمانات مدنيه. ركز بقى على الكلمه دي، ضمانات مدنيه يعني ايه؟ شروط جزائيه كبيره، لو انت النهارده ما فعلتش العقد عندك ضمان مدني، زي ما بتكتب على نفسك شيك. عارف انت لما تكتب على نفسك شيك؟ ده اللي عمله النادي الاهلي، وفعلا في ضمانات يقال ان هي بتتخطى مثلا ال 2 مليون دولار، ده يقال يعني انا ما اعرفش الرقم بالظبط، ولكن يقال ان هو 2 مليون دولار. الزمالك بقى بيلعب على ايه؟ الزمالك لحد النهارده في كلام بالفم المليان من كابتن ميدو، كابتن حازم، استاذ عمرو الجنايني ان زيزو هيكمل داخل نادي الزمالك. ده بناء على ايه؟ بناء على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه كلام زيزو اللي احنا كنا بنقوله، ان زيزو عايز ايه؟ يطول المده على قد ما يقدر، دي اول حاجه. تاني حاجه، نادي الزمالك عارف كويس جدا ان زيزو لاعب على قوته. ده معناه ايه؟ معناه النهارده رغم ان زيزو وقع للنادي الاهلي او وقع لاي نادي ايا كان، لو زيزو بكره وقع لنادي الزمالك، نادي الزمالك يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل مد عقد ويوثق العقد بكره. ده غير النادي الاهلي. هتقولي طب ما النادي الاهلي يقدر يعمل زيزو ده؟ عليه شروط جزائيه، انت بتقول في الاهلي فعمره ما هيوقع للزمالك. ربك هو الناصر وهو الحافظ سبحان الله. كنت هنا لسه عمال اقول لا يا جماعه، انا بقول لكم زيزو وقع، واللي يقول يقول واللي ما يعملش ما يعملش. اصبحت الاعترافات تتوالى وتتتالى، كل واحد دلوقتي يقول لك انا سالت وعرفت ومش عارف ايه وكلام من ده. لا، وزيزو يعني يقترب من التوقيع، او حد يمتلك الشجاعه مثلا زي كابتن مصطفى عبده، واحد من اساطير النادي الاهلي العظيمه، اللي كابتن الخطيب لما كانش هيسافر لحضور القرعه نظرا لمرضه قال اللي يسافر مصطفى عبده هو اللي يسافر، واحد من الاساطير العظيمه، ولولا التاشيره كان سافر مع المهندس خالد مرتجي. النهارده كابتن مصطفى عبده بيفجر يقول لك زيزو مضى في النادي الاهلي وخلص مع النادي الاهلي. لما يبقى حد بمكان مصطفى عبده وبعلاقاته في النادي الاهلي وبتاريخه العظيم في النادي الاهلي وفي مكانته الاعلاميه الكبيره ياكد بما لا يدع مجال للشك ان زيزو مضى. طب يا عم بلاش كابتن مصطفى عبده، نروح لحد تاني. سيف زاهر قال مفاجاه زلزال، قال لك في احدى الشركات رحتها وحكايه وروايه وبنشوف الاعلانات وكده، فلقيت نجوم النادي الاهلي وفي وسطهم اسم احمد زيزو، وقال لك انه لما تواصل مع مسؤول في النادي الاهلي، لا انا بقول لك بقى في شركه الاهلي لكره القدم، قال له احنا جايبين زيزو نكسب منه. كل وكلاء اللاعبين على علم تام ماشي بان زيزو وقع في النادي الاهلي، واللي عاوز يشتري زيزو يروح للنادي الاهلي، اللي عاوز يشتري زيزو يروح للنادي الاهلي. هذا مكالمه عمرو الجنايني. زيزو قال لوالده نقعد، والده قال له انا مش قاعد مع حد، انا الناس دي قعدت معاه بدل المره 20 مره وما خلصوش حاجه،
والناس في النادي الاهلي اكدوا عليا. قفلت ملف الزمالك، قلت له قفلته، قالوا هنقعد وهنتفق بس يبقى في شرط جزاء. يقال ان الشرط الجزاء ده 3 مليون دولار، ويقال ان هو 5 مليون دولار للي يرجع في كلامه. اللي تراجع عن الصفقه يدفعهم، اللعيب تراجع يدفعهم. ويدفعهم لمين؟ مش للنادي الاهلي، لشركه الاهلي لكره القدم. لشركه الاهلي لكره القدم اللي هي موقعه مع عزيز وهي المسؤوله دلوقتي.